السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني قوي قوي قوي. اول حاجة بقى كده معانا هنا ورق عنب. هشيل القرطف كده، هقرطف كله كمية واحطها وارصها فوق بعض. بص انا هنا اهو قرطفتها خلاص. هنجيب بقى ستريتش راب، ماشي، وايه ونلف بيه الورق عنب ده رول. ماشي زي ما انتم شايفين كده معايا في الفيديو. لسه هفتح بس الاسترتش. طبعا بس انا غبت عنكم شويه، بس والله العظيم اعذروني غصب عني. مضغوطه بس شويه بعمل تنظيفات الشقه وكده. مضغوطه بس معاكم، بس ان شاء الله هجيلكوا الايام الجايه بفيديوهات كتيره. زي ما انتوا شفتوا اهو انا بتكلم معاكم، ركزوا انتوا في الفيديو ملكوش دعوه بيا. اللي هو احنا ضغطنا ولفينا وقفلنا من الجناب عشان خاطر ما يخشش اي هوا. طبعا اقول لك ما تنسيش اللايك والشير والكومنت بتاعك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. ووجودك كالعاده فوق راسي، ووجودك بيشرفني وبيحفزني ويخليني انزل فيديوهات كتير جدا. انا برضك معايا ربع تاني هعمله، بس انا قرطفته برضك. ونعمل برضك زي ما عملناه في الاول، من غير ما نغسله ولا اي حاجه، وهنشوفه في الفريزر. برضك لما اجي استخدمه هبقى اصور معاكم فيديو ان شاء الله اول يوم رمضان. اللهم طبعا اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفتقدين. هخلص بقى كل كمية. انا كان معايا ايه نص، يعني ربع وربع. عملوا معايا كام؟ اربع اللي هي الرول، عشان طبعا مش عارفين، ما بعرفش اقول الكلمة دي، فانا بقول عليها رول، مش بعرف اقولها. بس كده زي ما انتم شايفين. هنا بقى ايه معايا فسيخ. هنعمله نفسخه، يعني ده بقى بوري هنعمله ايه فسيخ. ماشي. اول حاجه يا جماعه في تكات بسيطه جدا للفسيخ. اول حاجه ما يكونش جايباه في تلج. ثانيا يكون بيلمع وطازة وعينيه فيه لمعة وغشوشه حمرا وقشره كده بيلمع. بص بقى وانت بتغسليه يا جماعة، لو نزل طينة يبقى ده اللي هو المزارع، مش اللي هو التاني اللي وحش. ويكون كمان في البطن بتاعت السمكية ما يكونش فيها اي خرم. وانا بص كنت بعمل ايه، كنت بحط طبق واشغل عليه المية واغسل النغشيش وادلق المية، وكل ما المية راقت خالص يبقى كده هو نضيف. بس اوريكم النغشيش هنوقفها كده في الكوباية. انا كنت حاطاها في كوباية، بس ايه قلت اوريها لكم. يعني بس بنوقفها كده في الكوباية واسيبها شوية، ما ينفعش يجي عليها اي دبانة او اي مثلا حشرة او اي حاجة. لو جت عليها اي دبانة او اي حاجة اللهم ان الفسيخ خلاص باظت. بس بقى انا سبتها حوالي كده ساعة، بعد كده غطيتها بفوطة عشان بصراحة كنت عايزة انام. انا سبتها الساعة من 12 بالليل، عملتها الساعة 1 الظهر. هنا كنت صحيت من النوم. بصوا لسه فيها دم والله العظيم. قعدت بقى انشف انشف انشف، وجبت طبعا مناديل وقعدت انشف لغايه ما بقى بصي لسه فيها دم في ايدي. بصي الدم في ايدي. قعدت بقى انشف، يعني قفلت الكاميرا وقعدت انشف. انا بحط طبعا انتوا عارفين ان احنا لازم ننشفها كويس جدا، متخليش فيها اي ميه او اي دم عشان ما تبص مننا. دي اساسيات في الفسيخ يعني انتوا فاهمين. بس كده ركنتها بقى وصحيت تاني يوم اهو ونشفت بقت زي الفل. جبت بقى صينيه، كان عندي ملح رشيدي اصلا، كنا يعني كان عندي ما اشتريتهوش. ماشي. ومعايا ايه تاني؟ معايا معلقه شطه ومعلقه كركم وورق راوله. نقلب شويه نقلبه كده مع بعض. وبعد كده نملي نغشيش الايه البوري او الفسيخه. ماشي. زي ما انتوا شايفين كده نملاها لغايه ما تخلي من كتر ما هي فيها ملح وشطه وكركم وكده، تبقى ما تحس ان هي منفوخه ابقى كده ابه من كتر ايه ال- الملح. ماشي. برضو كنت نفس الكلام. طبعا الوزن ده يا جماعه ده حسب رغبتك انت فاهمه. يعني انت مثلا تجيبي، انا جبتها مثلا كيلو، مع اقول لك يعني تقريبا زي كيلو الا ربع، 900 جرام فاهمين. انت ممكن تجيبيها كيلو، تجيبيها نص، في ناس بتجيبها اقل من النص. بس يعني اقل من النص دي ونص دي بتبقى ما فيهاش لحمه، يعني فاهمين كله بيبقى لحم
معلش، والدماغ والبطن والامعاء والحاجات دي طبعا انتوا فاهمين. هنحط يا جماعه واحده عكس واحده، يعني واحده راسها عند دماغها والتانية يعني كده، فاهمين؟ عكس واحده طبعا. اول شرط برضك في الفسيخ وانتي مثلا بتقفليه، الهواء، الكيس ما يكونش مخروم. عشان ايه؟ ما يخشش فيه هوا ويبوظ الفسيخه. طبعا ماما هنا بقى كانت بتلفها بصراحه، وجبت الستريتش ريب. النهارده يا جماعه الفيديو كله عباره عن الستريتش ريب. طبعا بهزر. بصراحه انا كنت لسه جايباها، انا كنت جايباها ب50 جنيه. الستريتش ريب دي مش عارفه كام متر بصراحه، مش عارفه 3 ولا 4، ماما كانت جايباها يعني. نفضل بقى كده نلف بالاسترتش، كيس فوق كيس فوق كيس فوق كيس. بص ماما كنت انا هما عمالين نتخانق، والله احط كيس اسود تقول لي مش هحط الكيس الاسود، والله احط كيس اسود تقول مش هحط الكيس الاسود. بس قعدنا نتخانق انا وهي يعني، واحنا كنا طبعا صايمين، مكناش طايقين ان انا يعني عندي، ما اكون صايمه يا جماعه مبقاش طايقه حد، ولا راضيه اتكلم ولا عايزه اعمل اي حاجه. انا عايزه اقعد ساكته لغايه ما الفطار يجي، يعني لغايه ما المغرب يأذن. هو ده اللي عايزه اعمله. هنقعد بقى كده يا جماعه نلف، ونحط جوه اكياس جوه اكياس جوه اكياس. وبعدين ايه بقى، نحطها يا جماعه في ضلفه، مفيهاش ميه، مفيهاش هوا عشان ما تبص. يعني انا مثلا حطيتها في ضرفه، انا عارفه ان هي اصلا ما يخلصهاش هوا. وكمان انا اصلا مش بستعملها، يعني انت تحطيها في ضرفه انت مش بتستعمليها. مش مثلا تحطيها مع المواعين، كل شويه تفتحي مثلا تجيبي مواعين، لا طبعا ما ينفعش هتبوظ. لازم تحطيها في ضرفه بتكون ما فيهاش نور، وتكون ما فيهاش حاجه بتستعمليها. ماشي. هنا بقى انا ايه هنلفها برضه تاني بالاسترتش، ودي بقى كده يعتبر اخر حاجه. طبعا يا جماعة انت مثلا كل يوم لازم تبص عليها، يعني ممكن مرة تقلبيها على جنبها التاني، مرة على جنبها التاني، مرة على ظهرها، مرة على وشها، فاهمين؟ عشان ايه السوى يعني يوصل في كل الايه الاماكن. بس نقعد بقى نلف كده، نلف نلف. ماشي. هو بس كده والله يا جماعة، الفسيخ مفيش اسهل من تفسيخه يعني، وجميل جدا وسهل ومبياخدش وقت. بدل ما نروح نشتري ب300 احنا نعمله احسن في البيت. بصراحة مش بعمله بس الا ايه، يعني كل سنة مثلا. هنا بقى يعني في اي عدد بنشتري بصراحة. بقول لكم النهاردة 4 في الشهر، هنفتح عليها يوم 14. يوم اتأخر عليها أوي أفتحها يوم 16. ماشي. كنت بقول لكم ايه تاني هنا تقريبا نسيت. كنت بقول لكم نحطها في ظرفة ضلمة زي ما انا قلت لكم يعني. بس كده نحطها تحتيها طبق ونحطها في مكان زي ما انا قلت لكم. هنا بقى ماما جابت حاجات من السوبر ماركت، جابت مكرونة، جابت شعرية، جابت مكرونة سباكيتي وأقلام، جابت علبة جبنة، جابت ايه تاني، مكرونة اللي هي التحمير، ومكرونة اللي هي معوجة مش عارفة اسمها ايه، نسيت اسمها مش عارفة. لو انتوا عارفين قولوا لي، ده مش انا مش عارفة اسمها نسيتها. مكرونة تحمير، جابت كيلو مكرونة تحمير وكيلو اقلام وكيلو سباجيتي، وكيس من اللي هو بقولك عليها دي، دفعت 154 جنيه. انا خلاص شردت ماما. وجبنا هنا نص تمر ب50، وربع صوبيا ب45 جنيه. بس ده بصراحة يعني يا جماعة عطار عندنا مشهور، فحاجته بصراحة تبقى جميلة. يعني ممكن معلقة ماشي يا جماعة صوتي بوظ مش عارفة ليه، جيلي برد. من معلقة تعملي مثلا شفشق والله العظيم. بص بقى يا جماعة، دي بهارات الفول وبهارات البطاطس، وجبت بهارات محشي وبهارات كفتة. كنت جايبة الكيس ب10. ماشي. بص بقى طلع كان عندي برضو حاجات باقية برضو مكرونات وكده، وعندنا سكر وعندنا رز، عندنا كيسين شعرية وكيسين مكرونة تحمير وكيسين رز. وهنا الرز عندنا خلص، اللي احنا كنا جايبينه خلص، وهنجيب ايه رز غيره. هنا بقى عندنا الكنز يا جماعة، صح ولا لأ؟ عندنا 6 كيلو سكر. يا جماعة أي حد عايز سكر يجيلي وأنا هديله. كان عندنا كام كاس، 6 كيلو سكر. كنا حاطينه هنا بقى، بقية الملح اللي أنا عملته كنت حاطهم. وعندي 3 أزايز زيت. في بقى حاجات باقية من الشهر اللي فات. ماشي. يعني عندي فانيليا وبيكنج باودر وخميرة. ماشي. وعندي ايه تاني، وعندي سنة عصفور، وعندي ملح، وعندي فول مدشوش، وعندي حمص، وعندي ملوخية ناشفة، وعندي عدس ابيض، وعندي كيس مرقة، وعلبة سمنة هانم. انتوا فاهمين؟ يعني عندنا كده شوية حاجات بقى، يعني ايه هنكمل عليها. هنا بقى اخدت من 6 كيلو يعني اسمه ده، فضيت 2 كيلو سكر في العلبة دي يعني يكون استخدامنا، فاهمين؟ فديت اهو 2 كيلو، واحط جواهم معلقة واقفل عليهم.
المعلقة بتسهل عليا لما اجي اعبي في البطرمان اللي في المطبخ، بتسهل عليا بدل ما اروح اجيب معلقة. رصيت بقى، بصوا زي ما انتم شايفين كده المكرونات، وقفتها عشان ما تاخدش مكان، فاهمين؟ بص هحط فوق اللي اسمه السكر برضو عشان في مكان، وهوقف عشان ما ياخدش معايا مكان، عشان الضرفة انتوا شايفينها صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. حطيت برضو الرز، فاهمين؟ وهحط ايه تاني؟ هنحط بقى ايه هنا بقى ايه؟ ارص برضو كل حاجة. كان عندي ملح باقي، انا بقى ظبطت. بس ماما هي بتفضي، كان عندي نص كيلو دقيق والملح والحمص، الحاجات دي برضو ايه هرجع احطها تاني. وعندي شعرية باقية وعندي فريك، فاهمين؟ وعندي حاجات بقى ايه باقية كتير، يعني مش كتير اوي يعني، بس حاجات يعني معقولة. حطيت بقى البهارات كده من جوه، وفضيت التمر والصوبيا في بطرمانات والمكرونة مش عارفه ايه، ورصيت بقى الضرفة زي ما انتم شايفين كده. وكده بقى احنا خلصنا كده، والضرفة كانت تحفة. بصوا اهي. هنا بقى التلاجة يا جماعة غسلتها، وكان عندي مفارش دي بصراحة من السنة اللي فاتت، ارصها في اسمه ايه، في التلاجة. ماشي يا جماعة، انا مهيسة بس عشان عايزة انام، ما نمتش كويس، فتلاقيني ايه مهيسة معاكم. رصيت بقى، كان عندي جبنة وعندي فيجيتار وعندي دقيق ذرة وعندي جبنة قديمة تاني وعندي جوز هند وعندي عسل وكده يعني، ودقيق سمين، وعندي ايه مربى ودقيق وردة وكده. وهنا بقى عندي بيض، عندي كنز يا جماعة، عندي مش عارفة تقريبا 8 بيضات ولا كام، مش عارفة، تقريبا لا 10. عندي 10 بيضات. محدش يكلمني، 10 بيضات دول بقى بكام؟ ب50 جنيه. ماشي. عندي البيض انا عندي 12 كمان، يعني ب60 جنيه، 65. عندي 13. وهنا بقى السمنة، وكان عندي دقيق اللي انا فضيناه، وكان عندي ردة وكاستر، وكان عندي لوبيا. وهنا بقى رصيت حاجات، وكان عندي برطمان فريكة وكان جاينا من البلد. وهنا بقى رصيت كده خلاص التلاجة، طبعا لسه مجبناش فيها اي حاجة، بس ايه احنا غسلناها وكده، ولسه هنجيب بقى جبن وحاجات وخضار. برضو كان عندي قوطة بس وفلفل وليمون، لسه عايزين نجيب خيار. وهنا بقى كده خلصنا التلاجة. هنا بقى ايه، نزلنا بالليل انا وماما، جبنا ملح، جبنا مرقة تاني، جبنا 3 كيلو رز، وجبنا مرقة دجاج، وجبنا نص كيلو سمنة، جبنا بقى حبهان ورق رول وبابريكا وكمون وكزبرة وفلفل اسود وتوم بودر وبصل بودر وجنزبيل وعدس اصفر وعدس ددميس وسوارات سمك وتاني مرقة سكر واسمه ده واسمه ايه شاي، كل شطة والحاجات دي كلها جبناها عشان ايه، ان شاء الله في الفيديو بتاع تنظيف العميق للمطبخ كل ده بقى هنرصه. جبنا بقى كل الحاجات دي لولادك لرمضان. طبعا استناكم في يوم جديد وفيديو جديد، توحشوني جدا.